الحاجة الحمدوية هذا الصباح في بيتها بصحة جيدة. وقوفها على قدميها ينفي ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن خبر وفاتها. الحاجة الحمدوية تنفي الخبر بالصوت والصورة. كل مرة تيقول لك الحاجة ماتت، إلا بغات تجي لي الموت مرحبا بها من عند الله، ما كاين حتى مشكل، نلعب بالموت، لا بغاني الله مرحبا. تا دابا تا واخا نكون في المسرح ولا غادا في الزنقه ولا في الدار، الا جاتني الموت مرحبا بها. وعاد تيفايلوا عليا اش درت لهم. واحد المره انا داخله في 85 وباقا تيهضروا فيا اش درت لهم واش ديت لهم. ارتبط ظهور الحاجة الحمدوية على الساحة الفنية في وقت كان المجتمع المغربي المحافظ ينظر فيه إلى الفن بنوع من التحفظ والحذر، فظهرت الحمدوية لتبدع في مجال فن العيطة كتراث شعبي شفوي. في تلك الحقبة عاشت مجد الأغنية المغربية. هاد الساعة سعيدة وتكون علينا وعلى سيدنا وعلى المغرب كله. الله يحفظ العالم العربي كله، الله يحفظنا ويحفظ مليكنا ويحفظ المغرب العربي. وحنا فرحانين هاد العام يكون عندنا مزيان ويكون فيه الخير والبركه وطول العمر لينا ولسيدنا والشرفه والناس كلهم. الحاجة الحمدوية وبعدما خرجت من وعكة صحية كانت ألمت بها هي اليوم بصحة جيدة وتواصل نشاطها الفني بشكل عادي.